كم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم سمنات عامرين الصراحه اللي كيجيو اكثر من رائعين، نتمنى انكم تجربوهم وما تنسوناش بالاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. اول حاجه وما تنسوناش بشي لي لايك وبشي العيبه ديال الخير. بسم الله على بركه الله. يلا ندوزو للطريقه مع المكونات. عندنا هنايا واحد جوج ديال البصلات اللي مشلضين رقاقين كيف كتلاحظوا في الصوره. عندي هنايا الكفته وواحد شويه ديال الشحمه ديال الكلوه اللي كنت طحنتها وخلطتها معاها، وكذلك المعدنوس حتى هو خلطته هكذا مع الكفته. عندي هنايا التوابل، عندي معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال راس الحانوت. اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. معلقه صغيره ديال الزنجبيل، معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه ديال القرفه، ونصف معلقه ديال الفلفل الاسود. هنايا عندي زيتون اللي هكذا زدت شويه قطعته، عندي صوص الصوجه والفرماج. هادو هما المكونات ساهلين وبساطين. صافي دابا غادي نضيف زيت الزيتون على هذا البصل، وغادي نرجعو يتشحر معايا مزيان مزيان، يعني غير واحد جوج ديال المعلقات ديال زيت الزيتون على هاد جوج بصلات. صافي اول حاجه هنايا غادي نضيف زيت الزيتون على هذا البصل، وغادي نرجعو يتشحر معايا مزيان. البصله ديالي هكذا بعد ما تشحرات غادي نضيف ليها هكذا الكفته، وغادي نخليها تشحر معها مزيان. ليها هكذا التوابل اللي ذكرت معاكم، وغادي نبدا نخلط. صافي في هذه المرحله غادي نضيف الزيتون، طابت هكذا معايا الكفته. صافي دابا غادي نزيد هكذا واحد معلقه صغيره اولا نصف معلقه ديال صوص الصوجه. اللي بغى يعوض هذا السمن يعوض هذا السمن، حتى السمن راه كيجي زوين، يعني السمن يكون حلو ما يكونش حار. صافي دابا غادي نحاول هكذا نخلط هاد المكونات مزيان حتى تشحر معايا، وغادي نخليها تبرد وغادي ندوز للعجين. صافي في هذا الاثناء ضفت الفرماج وغادي نحركو هكذا يذوب تيذوب معايا تماما. كيف كتلاحظوا بعد ما كيذوب معايا الفرماج يعني كيعطيها هكذا واحد التعليكه. صافي دابا غادي نخليها تبرد معايا هاد الحشوه. من بعد ما غادي تبرد معايا غادي ندوز بالعجين. معلقه صغيره ديال الملحه، قريصه ديال خميره الخبز كيف كتلاحظوا في الصوره، يعني ماشي بزاف. وغادي نضيف هكذا واحد المعلقه ديال العسل. غادي نضيف هذا الكأس كيعبر بكأس العنبة، غادي نضيف كأس مع مرش ديال دقيق القمح، وهنايا غادي نضيف كأس ديال الفورس. صافي دابا غادي نبدا هكذا نعجن هذا العجين بواحد الكأس هكذا ديال الماء. العجين بعد ما جمعته دابا غادي ننزلو هكذا على سطح العمل اللي مسحته، وغادي نبدا ندلك فيه. صافي قطعتهم هكذا وخليتهم هكذا يرتاحوا واحد شويه. صافي غادي نبدا ندهن سطح العمل بالزيت. صافي دابا هنايا من بعد ما بديت نسرح هكذا السمن ديالي على هذا الشكل، ضروري انكم تسرحوا حتى يبان سطح العمل. دابا بعد ما سرحتها هكذا على هذا الشكل غادي نقبض الحشو، وغادي نحط هنايا في هذا الطرف هنايا في الطريف، وغادي تسرحوا هاد الحشوه هكا، وغادي تقبضوا هكا واحد شويه ديال الحشوه. وحاولوا تدهنوا هاد العجين، يعني تدهنوا به الحشوه مزيان مزيان.
باش يعني يجي منكر، يعني هذا المسمن راه عامر هكذا. صافي دابا من بعد ما دهنتو غادي نشد هاد الطريف، صافي غادي نشد هاد الطريف نديرو من هاد الجهه وهاد الطريف نديرو فوق هكذا، وغادي نبدا نسرح. بهذه الطريقه ضروري انكم تسرحوا مزيان مزيان بالسمنه. صافي كديروا هذا الطرف اللي هنا على هذا ضروري تكونوا مخليينه يعني من هنا خاوي. صافي غادي نبدا نقلب هكذا، وغادي نسرح هذا الطرف ونديرو هنايا، وصافي حصلت هكذا على واحد السمنه اللي عامره. غادي نخليها ترتاح. صافي دابا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نسالي. دابا انايا البنات كيف غتلاحظوا معايا بديت هكذا كنبسط العجين تاعي، وغادي ندوز هكذا باش نطيبو. الصراحه البنات غير جربوا هاد المسمنات، الصراحه راه كيجيو رائعين. صافي ما تبسطوهمش هكذا بزاف، يعني غير هكذا شويه وصافي. وراني رجعت المقله تاعي تسخن، ندوز هكذا نرش شويه المقله بزويته باش غادي نحط فيها حبه اللوز. ضروري من هذه المرحله ضروري تكون المقله ديالكم سخونه. صافي دابا بعد ما حطيت هكذا الحبيبه تاعي بديت هكذا كنقاد لها هكذا مع الجنيبات، وصافي دابا غادي نخليها هكذا طيب تبدا طيب معايا، وعاد نبدا نقلب فيها. صافي هكذا غادي نبدا نقلب فيها وانا كنحرك حتى تحمر معايا من جوج ديال البنات. هما المسمنات ديالي من بعد ما طيبتهم وشكلتهم على هذا الشكل، الصراحه واحد المسمنات اللي جاو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم بنفس الطريقه اللي عطيتكم، والا جربتوهم وعجبوكم ما تنسونيش بشي دعوه ديال الخير، كذلك شي بارطاج مع الاهل مع الاحباب، شي لايك، شي متابعه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد. والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.